احلى سندوتش حلويات هنعمله النهارده. خليكم معايا ونتابع الوصفه. هنجيب الفشه والكرشه وهنغسلهم ونعصر عليهم ليمون ونسيبهم شويه، يعني حوالي نص ساعه كده. وبعد كده نشطفهم بقى وفي ميه سخنه هنحط بصلايه ومعلقه فلفل علشان نشيل اي زفاره منهم، وورق لورا. وهنسيبهم بقى يتسلقوا كده، يعني حوالي تقريبا ساعه. نسقطهم في الميه ونسيبهم حوالي ساعه. نبدأ بقى نجهز الكفتة. حطينا بصل وحطينا بقى البهارات، ملح وفلفل وبابريكا ورشة جوز الطيب وبهارات لحمة. وبعد كده هنخلطهم مع بعض ونحطهم بقى في التلاجة شوية. هنجيب بقى ليا يعني حوالي 8 كيلو كده ونقطعها ونحطها في صينية على البوتاجاز ونهدي بقى النار شوية كده. هنبدأ أول حاجة بالكفتة، احنا عملناها كور علشان يبقى كشكل أحلى يعني. هنضيف بقى الكفتة ونشوح فيها مع اللي هي بتخلي الطعم روعة. وممكن حتة سمنة بلدي، مفيش مشكلة لو مفيش ليا. ونبدأ نقلبها بقى كويس، بس هنسيبها الأول. أول هنحطها هنسيبها تاخد صدمة وبعد كده نبقى نقلبها. هنا هي بدأت خلاص تستوى. طبعا الفشة والكرشة هيكونوا استووا، هنطلعهم ونسيبهم يبردوا وبعد كده نقطعهم قطع صغيرة عشان هنبدأ نضيفهم على الصينية دي. ده توم مفروم. احلى حاجة في الوصفة دي التوم، كل ما هتزودي توم كل ما هتدي طعم خطير. هنشوح التوم كده، مش هنسيبه يحمر، هنحط عليه وهو في الوضع ده يعني عشان نحتفظ بطعمه. هنضيف بقى الفشة والكرشة اللي احنا قطعناهم. ودي الكرشة قطعناها طبعا قطع صغيرة. وهنبدأ بقى نقلبها علشان تاخد طعم التوم. هنقلبها الأول في التوم وبعد كده هنبدأ نقلب الكفتة معاه. هي خلاص كده كده الكفتة استوت يعني. هنا هنبدأ نضيف بقى اخر حاجة الكبدة، بس هنحط لها الاول معلقتين 3 كده سمنة بلدي. وهنضيف برضو توم مفروم وهريسة شطة، دي حسب الرغبة بس هي بتدي طعم حلو.
نقلبها بقى كده ثواني، وبعد كده نبدأ نضيف الكبدة. هنشوح في الكبدة شوية لغاية ما تستوى برضو، مش هنخلطها بأي حاجة دلوقتي خالص الا لما تستوي. هنا الكبدة بقى بدأت تستوى، هنبدأ بقى ايه نخلطها بباقي المكونات. هنا عندنا التوابل بقى اللي هنضيفها: ملح، فلفل، بابريكا، كزبرة، ورشة جوز الطيب. هنتبل بقى كل الحاجة اللي عندنا دي. طبعا الكفتة اللي عملناها في الأول ما كناش حاطين لها ملح إلا بسيط جدا، برضو علشان ايه؟ لأنها تاخد ملح تاني مع باقي المكونات عشان ما تبقاش حادقة. نقلب بقى كله مع بعضه. طبعا معلقة هريسة الشطة اللي احنا حطيناها دي هتخلي طعمها جميل. نفضل بقى نقلب لغاية ما المكونات كلها تمتزج مع بعضها. جربوها صدقوني طعمها خطير. روعة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. باي باي.